تربية الولد أشق، تربية البنت أدق، فاصبر على الأشق وانتبه للأدق. قال لي: كيف أربيهم والفتن ما أكثرها والضياع ما أيسره؟ قلت له: رب نفسك قبلهم، واحرص على أن يجدوك في كل خير أمامهم. أحسن صلاتك، وامسك عن سواقط الكلام لسانك، وراقب الله في موضع عينيك، واعلم أن الكرم يورث وحب الخير يعدي. لا تخالفن أفعالك أقوالك، فأنت ثوب أبيض يظهر فيه أصغر السواد. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا قليلي النصح كثيري العمل، فتعلم أولادهم من جميل أفعالهم أضعاف ما سمعوا من فصيح كلامهم. ولو علم الآباء كم يلحقهم في قبورهم من عظيم الأجر أو الوزر لتجملوا بحسن الصنيع في كل أمر. ولن يستقيم الظل طالما اعوج العود. أصلح الله ظلنا وعودنا، وجعلنا الله وإياكم خير قدوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم وتاخدوا منه افكار. وافكار الفيديو النهاردة جديدة لانج وحصرية هتلاقوها على القناة. بجد افكار حلوة قوي للفطار، وكمان هنعمل حلو لذيذ تحفة بجد، يعني مش قادرة اوصف لكم حلاوته. واكيد انتوا شفتوا كده المقتطفات من الفيديو في اول المقطع بتاعنا. وهنعمل مع بعض محشي بقى على الغدا، سهل جدا وخطير. تعالوا بقى كده نحضر مع بعض الفطار. بس قبل ما احضر بقى الفطار، عايزه اقول لك لو اول مره بتشوفيني، انا اسمي اسماء. من فضلك ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات. ويلا بينا كده، بسم الله نبدا الفيديو. اول حاجه بدات بيها الفيديو هي الفطار. وعملت بقى طريقة جديدة جدا للفطار، لذيذة فوق ما تتخيلوا، مشبعة جدا، مناسبة كمان للناس اللي بتعمل دايت. لان احنا هنا استخدمنا بديل للعيش وهو البطاطس، يعني نشويات معقدة. والنشويات الطبيعية اللي هي ربنا خلقها، وان احنا نقدر نستهلكها بشكل آمن. وطبعا يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لازم تحطوا القاعدة دي دايما كده في حياتكم. طيب اول حاجة كده رصيت البطاطس زي ما انتوا شفتوا، وبكون مقطعاها رفيع جدا. وبعدين حطيت فوقيها تحتيها وفوقيها رشة زيت، وحطيت كمان عليها رشة كده من الموتزاريلا، ما كانش عندي كتير. ودخلتها الاير فراير او الفرن تحمر والموتزاريلا تسيح، وبعد كده طلعتها عملتها ساندوتش كده زي ما انتوا شفتوا. بجد خطيرة، من احلى الاكلات اللي ممكن تجربوها، تجنن تجنن تجنن، ومشبعة جدا جدا. ممكن بقى تعملوا اكتر من ساندوتش زي ما انتوا عايزين، حلوة قوي قوي. انا استخدمت اصلا بطاطسايه صغيرة، انتوا ممكن تستخدموا بطاطس كبيرة، فهتعمل معاكم ساندوتشين كده حلوين يعني. اسفه جدا والله على الموسيقى التصويريه اللي حواليا، بس فيروز بتحب كده تقلدني. فتعالوا بقى نرجع للفيديو. هنا بقى كنت بغسل الخس، كنت جبت بقى حزمتين كده حلوين من الخس، وحبيت ان انا اغسلهم. دي طريقتي في الغسيل بتاعه الخس، بفرطهم كلهم مرة واحدة، واغسلهم واحدة واحدة كده، واحطهم في المصفى واسيبهم لغاية ما يتصفوا تماما، وانشفهم على فوطة وادخلهم في علبة للتلاجة. ووقت ما بنحب ناكل بيبقى جاهز على الاكل على طول كل الكمية اللي عندي. تعالوا بقى نحضر المحشي. النهاردة حبيت ان انا اعمل لكم وجبة سهلة وكده وسريعة، ومحشي وحاجة بتدفي في الشتاء. وفي نفس الوقت انا بحب محشي الخضار جدا، سواء بقى كوسة، سواء بتنجان، سواء فلفل، سواء بصل، سواء طماطم. انا بحب انواع المحاشي دي جدا جدا. فالنهاردة هعمل معاكم محشي بتنجان ومحشي فلفل. وانا بصراحة مؤخرا بقيت بفضل الفلفل الطويل في المحشي، بجد حلو قوي وسريع وسهل كده، يا دوبك بيتفتح ويتقطع وبيبقى طويل كده وطعمه حلو كمان. فانا حبيته قوي، مش بيبقى مليان قوي، يعني الواحده كده بتبقى رفنوعه ومش تاكليها كده وتحسي ان انتي خلاص مش قادره، لا. بعجبني قوي قوي المحشي الفلفل الطويل.
هبدأ بقى كده معاكم في تنظيف البتنجان. بدأت ان انا اقطع الجزء الاخضر اللي فوق، والبتنجانة الطويلة هقسمها على نصين، والبتنجانة اللي طولها مناسب هتبقى زي ما هي. وكمان الفلفل انا بس عشان في حاجات يعني ملحقتش اصورها، الفلفل كمان بفتحه كده بالطول، علشان طبعا مش هينفع احشيه من فوق ويطلع مظبوط معايا ويبقى الرز كامل فيه. فبفتحه بالسكينة كده بالطول بعد ما بشيل الجزء الاخضر اللي من فوق، وبحشيه من الجزء اللي انا فتحته بالسكينة ده. وبيبقى سهل وسريع جدا جدا بصراحة. وزي ما قلت لكم خفيف كده قوي في الاكل يعني. كده اكون بقى خلاص يعني يا دوبك خلصت البتنجان. انا المية اللي انا حاطاه فيها دي مية وعليها ملح علشان البتنجان ما يسودش، وكمان برضو يبقى متطعم شوية بالملح. تمام. الناس اللي اول مرة تعمل محشي يعني او مش عارفة بيتعمل ازاي، اسهل طريقة هنعملها مع بعض. وطبعا ستات البيوت اللي عندها طريقة تقدر تقولها. طبعا يعني انا دي طريقتي المتواضعة جدا. بجيب بقى الطماطم عشان انا هحط النهاردة بقى هعمل الصلصة هسبكها. انا في العادي مش بسبك صلصة المحشي، بعمله كله ني في ني. لكن النهاردة قلت اغير طريقتي واعمل تسبيكة كده ليه ونشوف الطعم، والطعم بصراحة كان حلو جدا. بس الرز مش بحطه على النار. تمام. بسبك بس الصلصة. ضربت الطماطم ما ضفتلهاش اي مية خالص. قطعت البصل ونزلت بيه كده على الحلة في شوية زيت، وهسيبه بقى كده يتشوح لغاية ما يدبل. تمام. احنا مش بنحمر البصل بس بنديله تقليبه كده يدبل ولونه يفتح. وبعد كده هنزل عليه بعصير الطماطم. وطبعا لو الطماطم بتاعتك مش حمرة قوي ممكن تنزلي عليها ب معلقتين كده من صلصة الطماطم. وانا هنا زي ما انتوا عارفين، الناس اللي متابعيني عارفين ان انا بفرز الخضرة بتاعة المحشي وبسيبها عندي في الفريزر عشان استهلكها يعني وقت ما اعوز. حطيت جزء من الخضرة مع التسبيكة بتاعت الصلصة، وحطيت كمان شوية ملح وفلفل وشطة. الشطة دي اختياري، انا حطيت هوت صوص يعني مش بيكون حامي قوي يعني. وبدأت بقى احط الرز بتاعي. طبعا الكمية اللي انتي تكفيكي طبعا بتضيفيها. انا بحط مثلا 1.5 كوباية على كيلو من البتنجان، وتقريبا نص كيلو او اقل من الفلفل. تمام. وضفت بقية الخضرة اللي انا قلت لكم، حطيت جزء منها في التسبيكة والباقي حطيته ني. تمام. في ناس كمان بتحب تحط بصل ني، يعني تشوح بصل وتحط بصل ني برضو على الخلطة بعد ما بتسبكها. وبعد كده بنحشي البتنجان اهو بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وده من اسهل انواع المحاشي اللي انا بحبها ومش بتاخد وقت خالص بجد، يعني منجز جدا جدا، مش بياخد معايا وقت. ساعة كده او اقل كمان وبتكوني مخلصة كله، ولا لف ولا وجع قلب ولا سلق ولا الكلام ده كله. وبس كده هحشي البتنجان وهحشي الفلفل. طبعا انا ملحقتش اصور حشو الفلفل، كنت عايزه اوريكم الطريقه بتاعتي، بس يعني يا رب يكون شرحي ليها يكون واضح. وده كده المحشي. بعد ما حشيته هضيف بقى عليه الشوربه انا بجيب اي شوربه موجوده عندي. انا طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان انا بخزن الشوربه بتاعتي، اي شوربه بتتبقى بحطها في برطمان واشيلها في الفريزر، ان بتنفعني في اي حاجه. وانا الحقيقه كان عندي شويه شوربه صغننين كده ما رضيتش احطهم في البرطمان، فجبت كيس تلاجة وحطيتهم في الفريزر. طلعتها سيحتها كده على النار وحطيت عليهم كده بقيه الخلطه، الميه بتاعت خلطه الحشو بتاعت المحشي وشويه صلصه. وممكن تضيفوا بقى زبده، تحطوا سمنه بلدي اللي انتوا عايزينه على الشوربه دي وتسقوا بيها المحشي. وبس كده هنسيبه ونغطي عليه لغايه ما يستوي. انا اول ما بيبقبق كده ببدا ان انا اوطي النار عليه تماما. وبس ده كده شكله بعد ما استوى. جربوه بطريقتي ان شاء الله هيعجبكم. عملت جنبه كمان فراخ خطيره. دي الفراخ اللي كنا مقطعاها اول الشهر في الميزانيه بتاعت الشهر اللي فات. شيش طاووق كانت لسه موجوده عندي. اخر كيس عملته بقى بصوص العسل. يجنن يجنن يا جماعه. لو عايزين الطريقه قولوا لي وانزلها لكم، وهي موجوده على فكره في شورت على القناه. تعالوا بقى نعمل احلى كيكه ممكن تجربوها، وهي كيكه البلح المكرمل. خطيره.
اول حاجه جبت نص كوبايه من الزبده، حطيت عليهم سكر، السكر حسب الرغبه، حطي السكر زي ما انت متعوده تحطيه. حطيت عليهم كمان بيضتين، بس طبعا ضربت السكر مع الزبده الاول، وبعد كده ضفت البيضتين، وبعد كده حطيت عليهم كوبايه من الزبادي وشويه كده من الخل، حوالي معلقه. تمام. بعد كده هضربهم كويس جدا جدا لغايه ما القوام بتاعي يفتح كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هحضر المكونات الجافه. المكونات الجافه عباره عن كوبايه ونص من الدقيق، وعليهم حوالي يعني ربع كوبايه من النشا، وعليهم كيس من البيكنج باودر، ومعلقه من البيكنج صودا، اسفه، وربع معلقه صغنطوطه كده من البيكنج صودا. وهبدا انخل المكونات دي على الخليط السائل بتاعي بالشكل ده، وبعد كده هقلبهم كويس كده مع بعض، تمام، لغايه ما يختلطوا. وبعد ما خلصتهم هجهز بقى الصوص الكراميل. هنعمل صوص الكراميل بطريقه سهله جدا جدا. اول حاجه هجيب طاسه على النار، هحط عليها شويه السكر بتوعي دول، حوالي يعني كوبايه الا ربع، نص كوبايه على حسب ما انتوا عايزين. هحط عليهم شويه ميه صغنطاطين كده، واول ما يدوبوا هتلاقوا لونهم بقى مع الحراره لونهم بيغمق بالشكل ده وبيعملوا فقاقيع. احنا لسه مستمرين في التقليب لغايه ما نوصل للشكل اللي هتشوفوه دلوقتي، اللي هو من غير فقاقيع خالص، يعني مش بيبقى فيه ابيض ولا اي حاجه. ده صوص الكراميل المظبوط بتاعنا. تمام. هجيبه بقى، ودي صينيه متبطنه بشويه زبده او مكعب زبده كده بدهنه فيها، ومتبدره كده بالدقيق. وبعد كده هنزل صوص الكراميل بتاعي، وبكون مقطعه البلح بتاعي انصاص، وطبعا مقشراه وشايله النوى وكل حاجه، وببدا ارصه في الصينيه زي ما هتشوفوا كده. طبعا انا هختصر الخطوه دي، يعني مش هصورها كلها، لان هو الرصة هتاخد معانا وقت عشان نرصه كده ويطلع مظبوط. رصوه طبعا في اي صينية حلوة عندكم، لان البلح هينزل كده بيبقى شكله خطير في التقديم، زي برضو ما شفتوه في اول الفيديو في المقتطفات. بصوا بقى شكله كان خطير حقيقي يعني. بعد كده هنزل بالكيكة بالشكل ده، ما تقلقوش هي قوامها تقيل، هو ده القوام المظبوط بتاعها. هنزل بقى كل الخليط، وهبدا اسويه في الصينيه كده زي ما انتم شايفين، واشيل اي زيادات عشان ما تتحرقش، يعني بمنديل كده نشيل الزيادات دي كلها. وبعد كده هنشغل الفرن يكون متسخن مسبقا، ويكون على 180. وهتاخد معاكم من 30 ل 40 دقيقة، يعني بعد 20-25 دقيقة كده نفتح نبص عليها. وده كان شكلها بعد ما استوت، خطيرة مرتفعة حلوة جدا جدا. ويعني مش قادرة اوصف لكم جمال الكيكة دي. لازم تجربوها بجد، الولاد هيتجننوا عليها، بتدفي جدا في الشتاء، تقدروا بقى تشربوها مع شاي بلبن، مع نسكافيه، مع قهوة، بجد خطيرة وطعمها يجنن. انا بجد يعني سايبة شكلها يوصف جمالها. وفي ناس من اللي متابعيني على الانستجرام طبقوا الطريقة دي، بجد خطيرة. عجبتهم قوي قوي قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم كده زي ما هي عجباني. شوفوا بقى قوام الكيك الهش الطري الجميل مع البلح المتكرمل، بجد يعني واو، مش قادرة اوصف لكم حلاوتها. وهشرب بقى معاها كوبايه كده من السودا، وطبعا احنا مقاطعين، فانا استخدمت نوع مش مقاطعه اسمه بيج. اول مره اجربه الصراحه، هو حلو قوي. بس في العادي انا بستخدم توب كولا، لان بيكون منخفض السعرات، ومش دايما يعني، لان هي مش صحيه برضو في كل الاحوال. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده واخدتوا منه افكار وتطبقوها. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وتشتركوا في القناه، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله.